العدس في الخلاط فكرة عبقرية، عمري ما تخيلت ان كل ده يطلع من العدس. النهاردة هنعمل حاجة صحية لينا ولأولادنا هتبهركم. هنضرب العدس معانا في الخلاط، وطبعا هياخد معانا وقت شوية، لكن لو عندك مطحنة صغيرة بتاعة البهارات هيكون أفضل. لو عايزة تعمليه في الخلاط، لو مش عندك مطحنة هتطحني مثلا معلقتين بمعلقتين، وأهم حاجة بتعديه على منخل. احنا عايزين نطلع دقيق العدس في الآخر. أنا عن نفسي كملت بالمطحنة لأن أنا طبعا عندي مطحنة البهارات وبتكون أسرع بكتير من الخلاط. لكن زي ما قلت لكم لو مش متوفر عندكم مطحنه اعملوه في الخلاط عادي جدا، بس طبعا لما بتطلع كميه خشنه بنرجع نضربها في الخلاط تاني، وهكذا لحد ما تخلصي الكميه بتاعتك كلها. انا استخدمت معايا النهارده كوبايتين من العدس، ببدا انخلهم معايا بالشكل ده، وكده خلاص دي العدس جاهز معايا تمام. هنضيف عليه ربع معلقه من الملح على طرف المعلقه، وربع معلقه من الكمون، معلقه من حبه البركه، ومعلقه من السمسم. نقلب كده المواد الجافه مع بعضها. وبعد كده في المرحله دي انا حاطه البراد بيغلي على النار، هستخدم ميه مغليه، يعني العجن يكون بالميه المغليه وبالمعلقه، مش محتاجين ايدينا خالص. هنبدا نعجن كده بالمعلقه، لان زي ما انتم شايفين الميه مغليه، فما ينفعش طبعا ان انا اقلب بايديا. بقلب بالمعلقه، وكميه الميه على حسب العدس ما ياخد معاك، يعني انت بتزودي وتبداي تقلبي بالمعلقه، احتاج بتبداي تحطي تاني لحد ما تتكون معاكي عجينه. الموضوع سهل وبسيط ومش هياخد منكم وقت خالص، في دقايق هتكوني محضراه. ما شاء الله مفيش اسهل من كده. ببدا اعجن زي ما انتم شايفين كده، وبعد ما نخلص عجن معانا كل اللي هنضيفه على العجينه بتاعتنا دي معلقتين من زيت الزيتون. احنا بنعمل حاجه صحيه فهنستخدم زيت زيتون. هنبدا بقى نقلب كده العجينه كده بزيت الزيتون، ولو حساها قاسيه معاكي هزودي مثلا معاكي معلقتين ميه. المهم القوام بتاعك يكون يكون مظبوط. كده خلاص العجينه بتاعتي يعتبر كده خلاص جاهزه معايا تمام. كل اللي اعمله ان انا هسيبها ترتاح بس لمده تلت ساعه، وبعد تلت ساعه هنبدا نشتغل فيها. هغطيها بكيس تلاجة وهسيبها ترتاح. وهجهز دلوقتي بقى ورقه زبده. ورقه الزبده انا بدهنها بزيت الزيتون برضو، زي ما قلت لكم احنا بنعمل حاجه صحيه فهنشتغل بزيت الزيتون النهارده. دهنتها كده بزيت زيتون، وجبت العجينه بتاعتي بعد ما عدى عليها كده حوالي 20 دقيقه، وبدات افردها كده الاول بايديا على ورقه الزبده، لان طبعا ما ينفعش تقطعيها كده بتكون بتلزق شويه معاكي. وبرضو جبت ورقه زبده تانية دهنتها برضو كده بزيت الزيتون وحطيتها عليها، وبدات افردها بالنشابه. بعد كده نبدا نقطعها بقى بسكينه بقطاعه، او حتى لو عندك اشكال مدوره او مستطيله براحتك خالص، تبداي تعملي اي شكل انت عايزاه. انا قطعتها بالشكل ده بالسكينه، وابدا بقى احطها في صينيه فرن عليها ورق زبده. دخلتها الفرن على درجه حراره 180. اول ما بتاخد معايا لون من تحت بفتح عليها الشوايه. وبكده نكون حضرنا خبز صحي لينا ولاولادنا، ممكن تديهولهم كده معاهم في اللانش بوكس، ومعاهم مثلا قطعتين من الجبنه حلوه قوي قوي. انا عن نفسي بصراحه ما اعرفش اكلها غير بالجبنه، يعني ما اعرفش اكلها كده لوحدها. بصراحه طعمها حلو قوي قوي مع اي جبنه تلاجة او جبنه بيضاء، حلوه جدا. بالف هنا وشفا على قلوبكم. تنفع كده زي المقرمشات بدل ما يجيبوا حاجات من بره، او ممكن زي ما قلت لك انت لو بتعملي مثلا دايت، خبز مشبع حلو قوي قوي الناس اللي عندها حساسيه من الدقيق. بكده وصفتي تكون خلصت. اتمنى لو عجبكم تشيروا الفيديو ده.